بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. حبيبات قلبي المسكرين، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وحشتوني جدا 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 من اخر فيديو كنا فيه مع بعض. النهارده بفضل الرحمن راجع لكم بفيديو خطير يا بنات. هنعمل النهارده صينيه كده محترمه من هياكل الفراخ، مش هتكلفنا اكتر من 30 جنيه. اه والله الناس اللي بتستغرب من الارقام اللي انا بقولها دي، انا اعرفكم كل حاجه دلوقتي خلال الفيديو بامر الله. بس يلا يا قلب اختك، قبل ما ابدا الفيديو يا ريت بقى ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك عندي في القناه لو اول مره بتشوفيني. ربنا يكبر بخاطركم ويفرح كل من حط لي لايك واشترك عندي في القناه. يلا نقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونبدا الفيديو مع بعض. مبدئيا انا معايا هياكل الفراخ. انا بقول لكم هنعمل الصينيه دي ب 30 جنيه ازاي؟ لان هياكل الفراخ دي سعرها 30 جنيه. اه والله زي ما بقول لكم كده. انا جبت 2 كيلو من هياكل الفراخ زي ما انتم شايفين كده. اللهم صل على سيدنا النبي. الهيكل بيبقى الجناحين بالرقبه بالقرقوشه اللي تحت دي. تعالوا بقى نشوف هننضفها ازاي مع بعض باسهل طريقه، وهنعمل بيها ايه، واقول لكم كل حاجه بامر الله. بس يا قلب اختك اوعي تنسى اللايك. اللهم صل على سيدنا النبي. اول حاجه ببدا اشيل الاجنحه بالشكل ده كده، بفصل الجناحين، وكمان بشيل اي زيادات مش مستحبه في رقبه الفرخه، وبشيل راس الفرخه طبعا احنا مش بنستخدمها خالص، وبفصل الهيكل خالص بالشكل اللي انتم شايفينه ده. اصبح معايا الهيكل وكمان معايا الرقبه. هعمل في الاجنحه ايه تاني؟ هشيل الضافر علشان بيبقى مش مستحب، بيبقى كله زفاره. شايفين اللهم صل على النبي الاجنحه كبيره ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. هعمل كل الكميه اللي معايا بنفس الطريقه دي وهرجع لكم تاني. بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده طلعت الاجنحه لوحدها والقرقب لوحدها وكمان القراقيش. هروح بقى اشطفها شطفه محترمه، وبعد كده انقعها في ملح وليمون وسكر، وبعد كده اغسلها غسله محترمه ونرجع تاني. بصوا حبيباتي المسكرين، انا عملت ايه؟ انا بعد ما غسلت الاجنحه والقرقب والقراقيش، بسم الله ما شاء الله شمعه منوره، هركنها بقى على جنب. ومعايا بقى حبايتين من البصل، ومعايا قرن فلفل سبايسي اللي هو حامي، وكمان معايا قرن فلفل رومي، ومعايا ليمونتين، ومعايا حوالي 6 فصوص من الثوم، وورق لوري، ومعايا كمان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نص كوبايه من الزيت، كوبايه من الزبادي، ربع كوبايه من الخل. معايا البهارات توم باودر، بصل باودر، كاري، قرفه، كل اللي انا بقول عليه ده نص معلقه صغيره. معايا كمان بابريكا، ومعايا ملح، ومعايا فلفل اسود، وفصين 3 من الحبان. هنحط مكون بقى النهارده هيودي الاجنحه حته تانية خالص. معلقتين من العسل النحل، العسل الابيض. انا ما كانش عندي العسل الحقيقه اللي هو البرطمانات، فجبت كيس صغير. الكيس ده عامل 5 جنيه بس تحفه. اللهم صل على سيدنا النبي. هجيب شفشق الخلاط واحط فيه البصل والفلفل واللوري والثوم وكل حاجه، وهنزل بقى بالخل والزبادي والزيت. لكن البهارات انا مش هحطها دلوقتي، بس هنزل كمان بمعلقتين العسل او كيس العسل اللي معايا اللي انتوا شايفينه ده. طيب انا مش عندي عسل خالص يا دعاء، هعمل ايه؟ حط معلقه صغيره مليانه كده من السكر. السكر طبعا متوفر في كل بيت. حطيت كل المكونات في قلب الخلاط، هضربها بقى ضربه محترمه زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صل على النبي. وبعد كده اجيب طبق كبير ابدا افضي فيه الخلطه الحلوه دي، وانزل بكل البهارات اللي معايا. بس قبل ما تنزلي بالحبان ابدأي كده فتحيه، علشان طبعا ناخد النكهة المحترمة اللي جواه. فصين 3 كده من الحبان هيودي الأجنحة بتاعتك حتة تانية خالص. جربي الهياكل بالطريقة دي، ولادك هيقولوا لك يا ماما اعملي لنا الهياكل دي دايما بالشكل ده. يعني في ناس ظروفها يعني على قدها، ربنا يا رب يوسعها علينا وعلى أمة محمد، فمش قادرة تجيب فراخ أو لحمة أو سمك. فالهياكل دي أبسط حاجة للناس اللي ظروفها على قدها. مش لازم يعني نجيب فراخ ونجيب لحمة والكلام ده كله. ممكن تجيبي هياكل بالشكل ده وتعمليها بطرق مختلفة، هتطلع معاكي زي العسل. يعني مرة تعمليها مشوية، مرة تعمليها في صينية بطاطس، مرة تعمليها كده مسلوقة وبعدين تعمليها فيجيتار. يعني فنني وشكلي في الأجنحة أو الهياكل كده. تمام كده. وطبعا القراقيش أنا مش هرميها، هحطها تتسلق، أعمل بالشوربة بتاعتها شوية ملوخية، شوية رز، شوية محشي، أي حاجة بأمر الله، مفيش حاجة هنرميها. اللهم صل على سيدنا النبي. احط الاجنحه والقرب كلها في قلب الخلطه بالشكل ده، وبقى اديها تقليبه من فوق لتحت بالشكل دوت شاكب راكب. وبعد كده اغطيها بكيس بلاستيك يعني حوالي نص ساعه. في نص ساعه دي تعالى اقول لكم انا عملت ايه بالقله اللي كنا جايبينها في المشتريات قبل كده. القله دي انا كنت قايله لكم ان انا مش جايباها للميه. القله دي يا بنات انا بعملها حصاله. اللهم صل على سيدنا النبي. انا بتفائل بيها والله العظيم، بحط فيها كميه فلوس بسم الله ما شاء الله. القله دي انا كنت جايبها ب10 جنيه. تعالوا بقى اوريكم انا عملتها ازاي حصاله. بصوا حبايبي، ده احمد ابني، هو طبعا اسم الله عليه، هو اللي دايما بيعمل لي الحصاله بتاعت القله دي. بيثبت الجنيه كده، الجنيه فضيه، اي حاجه فضيه،
بيثبتها كده على القله بالشكل ده، وباي حاجه بقى شاكوش، اللهم صل على سيدنا النبي، ايد هون اي حاجه، ويدق بالراحه، بتيجي مفتوحه على طول وبتعمل شكل الحصاله بالشكل ده. وكده بقى عندك حصاله من الفخار، محدش خالص هياخد باله ان دي حصاله. حطيها في المطبخ كده، وما تقوليش لحد ان دي حصاله. وكل ما تيجي داخله المطبخ اتبقى معاكي 10 جنيه وانت جايه من السوق، اتبقى 15 جنيه، اتبقى 5 جنيه، اتبقى 2 جنيه، زقوهم في الحصاله وانسيها خالص. انا بامر الله عملت الحصاله دي للعيد ان شاء الله، ان كان لي عمر في الدنيا هفتحها معاكم وهقول لكم باذنك انت يا رب الحصاله دي حوشنا فيها قد ايه. بصوا بقى يا حلوين، انا رغيت معاكم بس كنت عايزه اعرفكم القله انا عملت فيها ايه. للاسف المقطع وانا برص الاجنحه والارقب ما تصورش، وانا والله العظيم كنت فاتحه التليفون بس مش عارفه ما تصورش ليه، بس الحمد لله يعني. المهم انا جبت الصينيه، حطيت فيها شويه زيت، وبعد كده رصيت فيها الاجنحه كلها والارقب، اللهم صل على سيدنا النبي. وفي الاخر حطيت عليها حته من الدهن تديها طعم حلو قوي، ورشه كمان من الزيت، وحطيت عليها شرايح ليمون، مش اكتر من كده. وباقي التتبيله طبعا حطيتها على وش الاجنحه. وبعد كده قفلت الصينيه بتاعتنا تقفيله محترمه بورقه فويل علشان اضمن سواها. هي اصلا مش بتاخد وقت خالص، يعني من ربع ساعه لتلت ساعه الصينيه بتاعتك بتبقى جاهزه. حطيتها في الفرن شغال مسبقا على اعلى درجه حراره عندي. حطيتها في الرف اللي في النص، يعني كان قريب شويه من الارضيه من الفرن يعني. اللهم صل على سيدنا النبي. ما شغلتش عليها الشوايه غير لما استوت تماما، وبعد كده رحت شايله ورقه الفويل، شغلت عليها الشوايه حوالي دقيقه بالظبط، اخدت لون وبقت بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. قسما بالله كانت زبده، بمعنى زبده. الجناح ما كانش مستحمل ولا الرقبه، بسم الله ما شاء الله، وطعمها تحفه. عايزين نغير يا بنات في اكلاتنا، حتى لو ظروفنا مش سامحه غير ان احنا نجيب الهياكل دي، مفيش مشكله. زي ما بقول لكم، اعملوها مره مشويه، اعملوها مره في بطاطس، اعملوها مره كده زي كنتاكي، اعملوها. بصوا شكلوا ونوعوا. انا بامر الله هعملها لكم كنتاكي، قسما بالله الطريقه اللي انا بعملها كنتاكي ما شفتهاش قبل كده، وبعملها نيه بتطلع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اتحدى اي ست تعملها تحفه، تبقى مقرمشه وكانك شاريها من بره. شجعوني بس كده بلايكات كتير وكومنتات قمر زي اللي بتكتبوها لي كده، علشان اتشجع واعمل لكم وصفات كده من الخيال. ربنا يكبر بخاطركم ويديمكم لقلبي يا رب. اختياري بقى، بتحطي حته فحمه وعليها كمان حته دهن صغيره، وغطيها بالفويل، واللهم صل على سيدنا النبي. شمي احلى روايح مشويات، هتاكل احلى صينيه اجنحه ما اكلتهاش قبل كده. وبكده تكون وصفتنا النهارده خلصت. يا رب الوصفه بتاعتنا تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها ولو بحاجه بسيطه. انا هسيب لكم لينك قناه اختي وصفات ام يوسف ويحيى في اول تعليق مثبت. بالله عليكم ادخلوا كلكم عندها، والله العظيم والله العظيم مش علشان اختي وبقول لكم عليها، لا، هي بتعمل فعلا حاجات تحفه، وبتعمل تفريزات جميله لرمضان، كل سنه وانتم طيبين. وايه تاني، وبتعمل تحويشات كتير، اللهم صل على سيدنا النبي. فبجد انتوا هتستفادوا منها كتير. هسيب لكم اللينك في اول تعليق مثبت، بامر الله كلكم تدخلوا تشجعوها. انا بحبكم جدا، ربنا يكبر بخاطركم ويديمكم لقلبي يا رب. اسيبكم في حفظ الرحمن، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه مولد النبي. اشوفكم على خير ان شاء الله، مع السلامه.